ورجعنا لكم تاني في الجزء التاني من استوديو اكس بودكاست باورد باي فاي ايجيبت اند امباور. ومعايا طبعا الكابتن شريهان منوراني النهارده. ازيك؟ عامله ايه؟ تاني كله زي مساء الفل. الفل والجمال. مساء الانوار. كنا اتكلمنا طبعا في الشوط الاولاني يعني من استوديو اكس على الكره النسائيه طبعا، والكابتن حسام حسن. عايز اضيف حاجه تاني في موضوع العميد؟ لا العميد تمام خلاص، مفيش كل حاجه الدعم. تانية. مفيش حاجه تانية نقدر نقولها على العميد. كل الدعم يا سياده العميد حسام. ماشي، كل الدعم على فكره. كل الناس اللي ورا الباك ستيج يا سياده العميد بتدعمك جدا. نرجع بقى نخش بقى الاهلي والزمالك. انت اهلاويه ولا زملكاويه ولا بتحبيش تقولي؟ لا اقول انا اهلاويه. ماشي يا عم، اعظم نادي في الكون يا سيدي. ماشي انا اهلاويه بحترم الزمالك. ماشي، طبعا كل الناس الاهلاويه بيحترموا الزمالك وكل الزملكاويه بيحترموا الاهلاويه. ده الناس دول المتعصبين يعني. لا يعني انا اهلاويه جدا يعني في الصميم، بس لا يعني لو الزمالك بيلعب في بطوله لا دوليه لا طبعا هشجع، بطوله قاريه لا هشجع، بس في الاخر هو بيلعب باسم البلد باسم يعني. مصر طبعا. كل التوفيق طبعا لكل الانديه المصريه المشاركه السنه دي. يعني كان الاهلي وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدراليه. صح. هو في مجموعه واحده بقى، معرفش يعني، ما زعلت والله. وبيراميدز برضه في مجموعه صعبه قوي قوي صح. اه يعني الاهلي مجموعته متوازنه شويه. كنتش احب ان الزمالك والمصري بصراحه يبقوا في مجموعه واحده يعني. بس هو الزمالك هيبقى احسن له، لان انت برضو قللت فرص السفر، فهيبقى مرتاح شويه، اه طبعا دي ميزه. فدي ميزه. فدي ده هيبقى احسن شويه للزمالك. يا بعدين رب. الزمالك خلي بالك طالع كاس من السوبر الافريقي، يعني لازم يثبت اقدامه. منتشي بقى بالفوز. يعني بص ما فيش مجال في انت لازم. ايه رايك في اللي حصل؟ يعني انت شايفه ايه السبب؟ هل ان الاهلي كان وحش فالاهلي في الزمالك كسب، ولا الزمالك كان كويس فعشان كده كسب؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا بتفرج على الماتش. بس عايزك تتكلمي هقول لك. كمحلله، مش من يعني ايه لا 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 ننحي لا لا العواطف جانبا. العواطف جانبا. انا وانا بتفرج على الماتش كان في دماغي سيناريو تاني خالص. هي دي اغلى لعيبه في مصر. ده بقى دي قصه تانية خالص. هو ده. بقى هم دول. اصل انت خلي بالك احنا عندنا في مصر حاجه عجيبه جدا. يعني انت بره مثلا في ليفربول في ريال مدريد في بتاع، كل ما اللعيب سنه بيقدم كل ما فلوسه قيمه العقد بتقل. طبعا جبنا المشي بقى عندنا احنا العكس. احنا عندنا هنا تقدم ما شاء تحلم. الله موظف، كل ما تاخد خبره كل ما الراتب بتاعك والله برافو قيمة عليك يا العقد شريهان. اصل بتاعك. انا دايما بقول كده والناس بتقعد تهاجمني على السوشيال ميديا لما اي طبعا اتكلم. انت يعني ايه كابتن، مع احترامي كابتن وليد سليمان، يعني ايه مرتبه يبقى اعلى مرتب ليه في حياته وكاريره وهو بيبطل؟ يعني عندنا حاجات بصراحه بتحصل، دي حاجات غريبه جدا. يعني ايه معلش، ايه الموتيف اللي يخليه ان هو يبقى عنده شغف، وان هو يبني نفسه، وان هو يحافظ على جسمه كل ده؟ ما هو انت قيمه العقد بتاعه لما انت طول الوقت كل ما بيعلى، كل ما 30 بقى 32 33، هو كل ما بيعلى وكل ما يجي معاه تجديده. لو بياخد 2 مليون لا انا عايز 3 مليون. بس خلي بالك، هرجع اقول لك برضه للامانه، يعني يمكن ان شاء الله الوضع ده يتغير في المستقبل يعني. بس برضه هرجع اقول لك تتكلم على الحالي. وليد سليمان برضه مثلا النهارده يعني كان مين في نص الملعب في مصر؟ لا الحاوي لغايه طب عبد الله السعيد، هل الامانه ما يستحقش على المستوى اللي بيقدمه؟ على الماتش اللي شفته اللي فات. لا سيبك من الماتش، انا بتكلم لا يعني. لا، ما الماتش اللي فات عبد الله السعيد لا بس ما طبعا. كانش هو بس يعني هو طبعا كان هو من اهم الناس اللي كسب. بس انا قصدي على لو اتكلمنا على اخر 3 4 سنين. لا طبعا. هل النهارده في حد بيعرف يلعب رقم 10 زي عبد الله السعيد في مصر؟ لا عبد الله السعيد طبعا لا واحد. ده يا ستي لما خلاص بداوا يلغوا رقم 10 من التاكتكس في مصر ويلعبوها رقم 8. على فكره هو من اول الناس عمل ده. لو تفتكر مع كابتن حسام بدري، صح. كان من اول الناس اللي كانت بتبقى تغيير كابتن حسام بدري المعتاده ان يسحب واحد من مركز 6 ويزود مهاجم. صح فاكره؟ صح. ويجيب عبد الله السعيد يروح حاطه 8 صح على طول. دي كانت تغييره معتاده يعني، مشهوره قوي يعني عند حسام بدري يعني. صح. فيعني لغايه النهارده على فكره هو ده شيء اصلا يعيب الكره المصريه والله، ان لغايه النهارده ان احسن لعيب نص ملعب في مصر او من احسن لعيبه نص ملعب في مصر عبد الله السعيد. يعني هل مصر نضبت مش عارفه تجيب واحد تاني رقم 8 و10 شاطرين زيه؟ يعني مش عارف. انا بقول لك انا ده كان السيناريو، ان انا ما حسيتش النهارده. انت فاينل السوبر الافريقي بتلعب في السعوديه، بتلعب جماهير عريضه، يعني انت اصلا مفتقد اصلا الماتشات دي. يعني انا بقول يعني الزمالك طبعا قفل على نفسه، لان كان الناس كلها بتحطم معنوياته، وطبعا عنده في حاجز نفسي مع اي مباراه اهلي. بس انا بقول لو الزمالك كان بيلاعب حد تاني في فاينل السوبر الافريقي غير الاهلي ما كانش هيبقى ده اداؤه.
هو انا اتسخن. شايفه ده. وخلي بالك ده عشان ديربي بس مش ده اكتر. الاول مره من سنين لو تاخدي بالك في الملعب جمهور الزمالك تقريبا قد جمهور الاهلي. كان كل مره بيبقى فيه مساحات فاضيه وتتملي ببنرات، فكده دايما دي ايوه قصه صح مشهوره جدا. صح صح المره دي اول مره تشوفي الاعداد فعلا كومبليت هنا وهنا، ده الامانه يعني. صح. وما بقاش فيه كل مره تلاقي نسبه الاهلي اكتر ويروحوا موسعين ويزودوا جماهير الاهلي، لا لا لا، ده هو العدد مظبوط وجماهير الزمالك كلها اشترت تذاكر، والاداره ساعدت في ده للامانه يعني طبعا لازم توجه التحيه طبعا لمجلس الاداره في القصه دي، انه قدر يساعد برضو جماهيره ان هي يقعد توفر لهم تذاكر. جمهور الاهلي طبعا يعني ما كانش محتاج حد يعني يعمل حاجه اصلا يعني. يعني انا صاحبي راح الماتش يحكي لي يعني انه كان هو يعني دخل بعد ربع ساعه كان ترتيبه في الرو 38000. في ناس زهقت وخرجت، بس هو كان ترتيبه في رقمه في الرول يعني في الكيو بتاعه هو بيعد 38000 وحاجه. انت متخيله يعني؟ طبعا حضور جماهيري كان رهيب والملعب كمان متجهز في وقت قليل جدا، فانت كان عندك كل الفاسيلتيز وكل المقومات اللي تخلي الماتش ده يطلع باحسن اداء ما بين الفرقتين. الاهلي نازل عنده طمأنينة وعنده ما لعبش اللعب بتاع الاهلي خالص. الاهلي اللي بيفضل يلعب ويطلع وان تو هات وبيرسي طالع على الناحيه وحسين الشحات من ناحيه وحتى وسام فين وسام؟ لا مش موجود، مش موجود. والزمالك مفيش غير للامانه الشوطه اللي شاطها دي وخلاص. والزمالك للامانه لا لعب تكتيك، جيم تكتيك على فكره. اخر 3 ماتشات جوميز كتكتيك هو كسبان كولر، هو الوحيد تقريبا. يعني لا يعني انا بتكلم تكتيك قدام تكتيك. أيوة يعني دماغ لدماغ صح. لا كولر اسمه ده جوميز تفوق على كولر للامانه يعني. صح. واحد يقول لي واللي عليه يعني اخر ماتش ده هو نجح تماما انه يفصل الخطوط. يعني كان دايما مثل الاهلي ان خطوطه مترابطه، يعني دايما في ربط في الخطوط وخروج بالكوره وبيلد اب من تحت. مش شفناش ده خالص، هو قطع كل حاجه، فصل الدنيا اربع ارباع يعني، مش مش 3 تلات زي ما الناس بتعمل. صح. يعني فصل الدنيا 4/4 خالص، فخلى الاهلي فعلا شكله في الملعب مش حلو للامانه. ما بيلعبش لعبه، لا ما بيلعبش لعبه تماما. كرة ما بتطلعش من ورا لقدام. ما شفناش اي فرص خالص للاهلي. يعني حتى الجيمات اللي قبل كده اللي كانت مع الزمالك كان في ناس بيقولوا الاستحواذ السلبي، ان انت سايب للزمالك الاستحواذ وفي الاخر انت كسبت. بس انا شايفه ان السيناريو اللي حصل في ماتش السوبر الافريقي، زي لو تفتكر الموسم اللي قبل كده كان في ماتش السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه بالظبط، برضه انت خسرته. وجيت الموسم الجماهير طبعا كانت شايط ان جماهير الاهلي بالذات انت تديهم سوبر افريقي، عايزين كاس العالم للانديه. خلصت كاس العالم للانديه، لو هتطلع كاس العالم هم عايزينك تطلع كاس العالم. بس للامانه انا كولر بعيب عليه بقى في حاجه. لو تفتكري من بعد الخماسيه الثانيه بتاعت صن داونز، وكولر قرر يلعب ان اي ماتش كبير بيلعبه تحت الكوره، ما لعبش استحواذ. لو تاخدي بالك نهائي الوداد الاهلي خسره، نهائي الوداد الاهلي كسبه، نهائي الترجي الاهلي كسبه. اخر 3 بطولات اهو، انا بكلمك البطوله الاولانيه اللي الاهلي خسرها والبطولتين الاهلي بعد كده كسبهم. لو تاخدي بالك من ال3 ماتشات 6 ماتشات اللي هم 3 رايح 3 جاي، الاهلي بيلعب تحت الكوره. الاهلي مش استباقي، مش لعب الاستحواذ والكوره وتدوير الكوره والكلام ده كله خالص. بقاله كل النهائيات بقاله 3 سنين بيلعب كده. ليه ما اعرفش يعني، ليه الجبن في الكوره مع كولر؟ لان يعني وبعدين انت عندك الامكانيات وعندك لعيبه يعني لازم بقى برضو نتكلم في الموضوع ده. انت عندك الامكانيات، ليه بتلعب تحت الكوره في الماتشات دي؟ ماشي يعني انا افهم انك تعملها مره كتريك مرتين كتريك، لكن اصبح اسلوب حياه. اي ماتش كبير العب تحت الكوره. طيب ماشي، انا اتفهم انك تلعب الكلام ده بره ملعبك، اتفهمه ماشي. انت برضو يعني احتياطي وبتاع تمام، خطوطك ماشي، انت على ملعبك ومعاك بس الاهلي يلعب. بس انا برضو عندي اعتراض ان الاهلي يلعب كده. الاهلي عندك لعيبه كتير عندها مهارات فرديه وعندها حلول تقدر تخلص الماتش. ومثل الاهلي ان هو فريق جماعي بيطلع بالكوره من تحت لقدام، يضغط، ما بتخليش الخصم يطلع من نص ملعبه. هو ده الاهلي. لو انت ما مشيتش وده الاهلي، ده قوه الاهلي. فلو انت ما مشيتش بالسيناريو ده وبالتاكتكس دي، انت بتفقد الاهلي ميزته. هو ده اللي انا شفته بصراحه. عشان كده انا الماتش اللي بقولك بتاع السوبر الافريقي ده لا ما عجبنيش خالص الصراحه. انا بصراحه يعني عارفه وانا بتفرج ما بقتش فاهم يعني انا فاهم اللي بيحصل، بس مش فاهم ده ليه. فاهم قصدي؟ يعني ليه؟ يعني انت ليه بتلعب وحش؟ انت ليه مش ماسك الكوره؟ والزمالك على فكره جت فترات كتير سايب الكوره الاهلي، يعني بيقول له العب. فاهم قصدي؟ في الاول لو كنت خطفت الماتش بجون كان خلاص الماتش ده بقى بتاعك.
بس كمان اللي خلي بالك الزمالك طلع من التايم التاني حاجه تانية. بصراحه لا هم بصراحه عملوا جيم، والشوط الثاني بيقولوا اصلا بين الشوطين اصلا شيكابالا وراهم تاني الفيديو بتاع كابتن احمد بلال وهو بيقول لهم ما يروحوش وبتاع، واللعيبه سخنت. والله برافو، هضحك عليك يعني بصراحه برافو في الاخر وهو بطل السوبر الافريقي بصراحه يعني في الاول وفي الاخر يظل هو يعني كسب الاهلي مرتين في السوبر الافريقي في المواجهات اللي لعبهم وخلاص. عشان كده خلي بالك الجمهورين مستنيين السوبر المصري. سيبك بقى من سيراميكا وبيراميدز، هم مش شايفين سيراميكا وبيراميدز مع ان بيراميدز خلي بالك ده نايم في الدوره طبعاً. وعنده 3 فرق طبعا عنده 3 فرق طبعا. فرقه السكواد بتاع فعلا بيراميدز اكتر فرقه عندها عمق في السكواد هي بيراميدز السنه دي، وبعدها الاهلي للامانه. طبعا مش يعني ما حدش يعني اللي يقول غير كده بيضحك على نفسه يعني. لكن فعلا فرقه بيراميدز السنه دي هي السنه اللي فاتت على فكره السكواد بتاعها اقوى من الاهلي، والسنه دي بقى كمان تفحشت زياده. صح. هي بيراميدز اتعملت عشان كده، هو انا موجود في الدوري، هنافس معاك على اول وتاني وتالت، مش هسيبك بقى فكره ان اهلي وزمالك بس، لا والله العظيم يا شيرين انا بحزن على تجربه بيراميدز دي. انا كان نفسي تيجي في وقت الاستثمار في الكوره تعمل مظبوط. انت تخيلي معايا بيراميدز ده، لان هو كان نشأته في الفيوم. تخيلي كان نادي الفيوم ده هو نادي بيراميدز. تخيلي النادي ده كان ليه ظهير جماهيري. تخيلي الوضع كان عامل ازاي. خلي بالك في انديه كتير قوي انت لما تشوفها زمان، يعني انت مثلا المقاولين زمان، المقاولين ده كان بيطلع ناشئين، صلاح طالع من المقاولين ده عشان خاطر الاستثمار بقى الاسماعيلي يعني انت دراويش، انت بتتكلم في الاتحاد في اسكندريه، خلي بالك الاتحاد ليه قاعده جماهيريه جامده جدا في اسكندريه، سيدي البلد ولا والاتحاد طالع منه ناس كتير قوي. فانت كل ده فين دلوقتي؟ انت مفيش غير انت اهلي وزمالك وبقى بيراميدز وبقيه الفرق بس. يعني ايه الترتيب في الدوري؟ ممكن تتفرج على ماتش حلو هنا، ماتش حلو هنا، لكن ان هو يبقى فيه استمراريه وفيه تنافسيه لا. انت بقى ده فكره الاستثمار في الرياضه، يعني ان الانديه تتخصص ويبقى ليها تبقى اسهم وشركات والكلام ده كله، ولا شايفه ان الفكر اللي معمول ده صح ويبقى فيه انديه شركات وانديه جماهير لا طبعا انا شايفه ان ده صح. ما السعوديه عملت كده، كوربريت جوفرنس، السعوديه عملت كده. انت النهارده دي الشركه هي اللي ليها اداره، حتى الحكومه، حتى وزاره الرياضه هناك في السعوديه هي عامله زي لائحه انضباط. انت النهارده عندك مثلا المكافئات الماليه مثلا بتدفعها كلها ولا لا، عندك في مخالفات او غرامات ولا لا، كل دي انت بتاخد عليها نقط، وكل ده بيفرق في دعم الدوله ليك. انا هسالك يعني او مش هسالك، خليني اقول لك انا هلبس العبايه بتاعت او التيشيرت بتاعت المشجع اللي بيتكلم من منظوره عشان نشوف بس الرد هيبقى ممكن من وجهه نظرك عامل ازاي. انا لو الاهلي اتخصخص او الزمالك، الاهلي ممكن يشتري واحد زملكاوي فيفطس النادي، او الزمالك يشتري واحد اهلاوي فيفطس النادي. سمعتي الفيديو ده قبل كده؟ سمعت الفيديو، بس انا بالنسبه لي مش شايفه برضو ان في مشكله. ده مستحيل. هو النهارده حد هيبقى النهارده معلش يعني، هو الاهلي النهارده السهم بتاعه النهارده يعني اللي هيبقى عنده قدره الاداره ده اللي جايب على الاقل معاه على الاقل 40%، ده لو افترضنا يعني ان الشير هولدرز اللي حواليه كل واحد مش بيكمل 40%، ده اكيد دافع مبلغ وقدره هيرمين في الارض يعني. طبعا يعني انا عارفه بقعد اسمع الحاجات دي والله العظيم ثلاثه بقعد اضحك يعني يا جماعه يعني التعصب مش كده. اكاد اجزم ان ممدوح عباس لو اشترى اسهم في النادي الاهلي هينجح الاهلي، وحسن حمدي ويعني ونجيب ساويرس لو اشتروا اسهم في نادي الزمالك هينجحوا الزمالك. يعني انا اكاد اجزم بكده. يعني انا مستعد اراهن والله على الرهان ده. اصل انت بتبني منظومه. انا مع اي حاجه هتخلينا ان احنا نخلي الكوره في مصر صناعه زينا زي غيرنا اللي سبقنا زينا، يعني ناخد النماذج اللي نجحت ونشتغل عليها. لكن ان انا تبقى الكوره ماشيه في مصر باستثناءات ودوري نحط له قواعد وقوانين وفي الاخر ما نطبقهاش لا، انا ضد ده بصراحه. شايفه ان يعني خلي بالك احنا من واحنا صغيرين لما تيجي تلعب كوره مثلا وتيجي تكبر تقعد تتفرج على الدوريات حتى من زمان، تقول طب ليه الدوري المصري بتاعنا مش كده؟ ليه مش متشاف؟ مش هتقارن بقى بالدوري الايطالي والدوري الفرنسي بس، لا انت بتحلم برضو. ليه؟ ما انت شايف الاهلي والزمالك بيطلعوا يلعبوا في فرق، يعني ما الاهلي لعب ريال مدريد قبل كده والزمالك برضو لعب فرق تقيله. طب فانت النهارده انت بتحلم، ما انت ليه الاهلي ما كسب ريال مدريد قبل كده؟ ده ودوم الهرم. يعني لو الاهلي ودوم الهرم. ايوه مش كده كنت بقول لك منتخب مصر ساعه موضوع كرواتيا ده كان لازم يوديهم الهرم يشربهم صوبيا انت كنت من عند الرحماني
ياكلوا من كده الفلاح، عارف الحاجات دي. الحاجات اللي تنزلوا الماتش الواحد مش مش شايف شايف شويه فول وطعميه الصبح كده. احنا بنشوط فين. اه كومين بيودي فين؟ انت مع تجربه الدوري الاستثنائي اللي بيتعمل السنه دي ولا ضدها؟ يعني انت شايفه ان تجربه الفكره اللي مستوحاه من الدوري البلجيكي زي ما بتتقال يعني، ولا انت شايفه ان كان الدوري يتعمل زي ما هو 18 نادي 34 اسبوع بالحاجات دي؟ انت شايفه ان كان دي كده ويتعمل قوانين والدنيا تتضغط وبتاع ونقلل واحده واحده، ولا نقلل عدد الماتشات زي ما اتعمل كده وخدوا فكره الدوري البلجيكي؟ لا انا شايف النظام الجديد احسن، لان ده على الاقل هيأثر الوقت شويه. انت مشكله ان انت بتبدا وتنتهي والدوريات بره بتخلص. انت عندك فترات التوقف الدولي مختلفه تماما، ده بيعمل تأجيلات كتيره جدا. خلي بالك يعني مثلا، خلينا عشان انا مضروبه يعني بالدوري السعودي على الاخر. انت مثلا كان في مره السنه اللي متابعه فاتت. كويسه للدوري السعودي. لا بص، انا كريستيانو مطرح ما يروح انا جايين تمام. جايين جايين. فانت خلص بس مثلا يعني الدوري. مثلا النصر مثلا كان عنده السنه اللي فاتت او تقريبا السنه اللي قبلها، السنه اللي فاتت تقريبا، عنده ماتش يوم 12 اكتوبر في كاس اسيا، وماتش تاني يوم 14 اكتوبر في الدوري. فقدموا طلب دوري روشن قائمين عليه، يا جماعه عايزين نأجل المباراه بتاعت الدوري. طبعا اترفض ونزل لعب الفريق التاني. بس ده مش صح، معلش يعني في اوروبا ما بيحصلش كده. احترامي يعني الناس برضه، يعني اصل برضه بص. الناس يعني حاسس وشايف، وانا اصلا عارف القصه دي، وكانت يعني واتفتح فيها بقى واتفتح فيها جرايد واتكتب فيها ايوه، صفح والنصر والنظام. اتظلم يا جماعه يا جماعه 3 يا جماعه على الاقل حاجه 3 4 ايام انا ادولي بنفسي صح، وامانج نفسي ان انا ارتب الفرقه. والنهارده انا شايف ان انا محتاج ان العب بالناس دي دلوقتي، وبعد 3 ايام اريح دول، ماشي انا موافق، انا موافق. بس لكن ما تقوليش لو تريح ده بيك ساعة. اكسبشن، لا بص، انا معاك في، انا بضرب لك دي مثل عشان اوريك قد ايه الناس دي ستريكت. لو انا عايز فعلا اقوم وان انا اعمل دوري محترم بقواعد ورولز، هم الناس دي ماشيه كده خلاص اوكي. انا مش بقول ان ده يبقى مفيش استثناء، لا في استثناء، بس ما اقعدش اجل بقى للفرق بالخمس ماتشات وبالثلاث ماتشات يعني ابوظ بقى ما هو الدوري كله. برضه هنرجع نسال برضه، هو ليه الاهلي والزمالك اتاجلوا الماتشات دي؟ يعني ما دايما اصل دايما دي القصه اللي دايما الناس بتركن عليها ان الدوري وحش الدوري وحش. طيب خلينا اقول لك على حاجه ما اعرفش تعرفها اكيد ممكن تكون عارفاها بنسبه 90% يعني، ان دوري السوبر ليج بتاع افريقيا بيشترط ان النهارده انت هتلاعبي مثلا صن داونز يوم الجمعه والجمعه، ما بينهم ممنوع تلعب ماتشات. مم. خلاص صح. فده خلى الاهلي مثلا في مرتين او مره ما يلعبش ماتشات فيهم، ادي من ضمن التاجيلات. طب دي ذنب الاهلي؟ لا. طيب كاس العالم للانديه هيعمل ايه؟ هيسيب البطوله يعني عشان خاطر الماتش في الدوري؟ خلي بالك برضو انت بتكلمي على بطوله في الاول وفي الاخر هي مهمه عشان بتاهل في الاخر جوائزها كام؟ الاهلي بقى حضرتك لم كام من بطوله افريقيا على المشاركه في كاس العالم طبعا. للانديه، على نص طبعا. السيمي فاينال، على انه انعاش يتعملوا ماتشين في انعاش رهيب. بس انا برضو انا مش بكلمك في استثناءات، او بكلمك في الماتشات اللي هي المهم. لا انا بكلمك عامه، ان ما يبقاش ده العموم. اي حاجه عندنا بتحصل في الدوري المصري تبقى عامه، تاخد قاعده. هو المفروض يتحط قوانين ويتحط مش هنقول استثناءات، هتحط ضوابط، بالظبط. ضوابط الكل يمشي عليها صح كده؟ صح. وانت النهارده عايز تلتزم معايا، افتح يعني اديني حلول بقى، افتح لي القايمه، اديني خلي القايمه مثلا النهارده 35 لعيب 40 لعيب صح؟ فالنهارده عشان تيجي تقول لي انا هلعبك كل 3 ايام ماتش، خلاص انت بقى ايه؟ انت دوري بامورك بقى، انت عايز تجيب 40 نجم، عايز تجيب 10 نجوم و30 نص و20 نص كوم و10 كاس، ده الموضوع يخصك ما يخصنيش انا. وفعلا تخش بقى البطوله وتلعب. اصل كل الناس تقول لك ايه ايام 2005 و6 لما الاهلي كان بيلعب ابو تريكه ومش عارف ايه ما كانش بيتاجله، ما كانش بيتاجله لان بس الناس ناسيه ان كان الدوري حضرتك كان 26 اسبوع، كان 14 فرقه، فاكره ولا مش فاكره؟ صح. فده 26 اسبوع بسم الله الرحمن الرحيم، فعندك وقت كبير انك تلعب كل اسبوع صح. وتعرف تعمل الاستشفاء بتاعك وتعرف تريح دماغك وكل حاجه. انت النهارده حضرتك تلعب 34 اسبوع، انت بتقارني دي في فرق كام ماتش؟ ما هي النهارده في دلوقتي 8 ماتشات. الدوري بقى طويل. يعني انت عندك الموسم اللي فات ده كان طويل، وعندك الاهلي اللي لسه لاعب السوبر الافريقي، وعنده السوبر المصري فيه ماتشين، وبعد كده عندك دوري ابطال افريقيا، وفي النص اللعيبه دي بتروح عندها ماتشات مع المنتخب. ما هي لعيبه المنتخب هي لعيبه الانديه. فانا مش مع ان احنا نشجع الفرق، الناس اهلي او زمالك او حتى بيراميدز، ان هم يلعبوا في البطولات القاريه. بالعكس، دي حاجه يعني يعني جود امباكت مع المنتخب، بالعكس. طبعا. لكن انا ضد فكره ان انت ما تحطش قاعده
منظمه، حتى اجمع الانديه دي كلها ويبدا احط لوائح ويبدا احط ويطلع قرارات اللي تخدم الغرض ده. محدش ضوابط، بيقول انا لا، بقول لك هتحط ضوابط تمشي على التخين قبل الرفيع. بس تتنفذ بقى. ما هتتنفذ. لا هو السنه دي ناويين ينفذوا، يعني على الكلام اللي بيتقال ناويين ينفذوا. وبعدين خلي بالك هو معاهم متسع من الوقت، انت ما تستهنيش ان في 8 اسابيع طاروا من الدوري يعني. لا تستهنيش. طبعا طبعا. ده موضوع يعني احنا كنا فين وبقينا فين يعني. لا وده اكيد هيرفع الكواليتي بتاعت الماتشات، انت شاء بتريح الله. اللعيبه برضو. ان شاء الله نشوف، نتمنى. يا رب. تتابع الكره العالميه ولا بتتابعيش؟ لا بتابع. تحكي لي بقى مشجعين فريق ميسي ولا فريق كريستيانو؟ انت قلتي يعني. لا انا قلت انا كريستيانو، مطرح ما يروح انا كريستيانو. اشمعنى بقى كريستيانو عن ميسي؟ بص، مش احنا لو هنتكلم فير انف يعني، هو ميسي طبعا الكرة في رجل ميسي ومقفل اللعبة. هو موهبه ربانيه، حاجة- ربنا موهبه ربانيه خلقها يعني حاجة غريبه. يعني غريبة، بس الباشن اللي عند او الشغف اللي عند كريستيانو ده صعب قوي، ان يعني دي حاجة غير مفهومة في كرة القدم. كوميتمنت رهيب، رهيب. ديسيبلين رهيب، كونسيستنسي رهيب، حاجه يعني ما شفتش. وتشوفه هو منهار ان الكرة جت في العارضة ولا ان هو ملحقهاش. لا لا لا، يعني في اثكس كده. كريستيانو لا بيدي دروس. تشجعي بره ايه؟ والله انا كنت بشجع بره فرقه عامله زي الزمالك هنا كده، يعني الناس المشجعين بتوعها. ارسنال ولا ايه؟ لا والله باريس سان جيرمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ازاي يعني؟ والله يعني انا يعني فعلا باريس سان جيرمان يعني الفرقه اللي الواحد نفسه يشوفها بتاخد دوري ابطال اوروبا، نفسه. صعب صعب قوي. صعب قوي يعني. هم بس السنه دي لعلمكم هم دلوقتي شغالين صح. هو خلاص بعد كاس العالم بقى والبروباجندا والشو ما بداوا يشتغلوا صح. جايبين لويس انريكي بيجيب لعيبه بقى تخدم الخطه، والقصص دلوقتي بقت اللعيبه فعلا يعني للفرقه مش للشو. ايام ميسي ونيمار ومش عارف لا، ودي لا، ماريا في اخره. ده كان في جيل قبل كده مع باريس سان جيرمان، لوكاس مورا، كافاني، ابراهيموفيتش. لا يعني ديفيد لويز يعني. تخيل انت في عز دول تياجو سيلفا. وتياجو سيلفا، مع ان تياجو سيلفا كان ليه اخطاء ورا قاتله يعني تخليك تجي لك جلطه وانت قاعد، بس لا. لا وديفيد لويز لا ده حكايه بقى. ده حكايه اقسم بالله العظيم. بحس ان شعره ده كان عامله عشان خاطر يغمي عشان عينيه. مش شايف. تحس مثلا هتاخد مخالفه. بس فلا، بس دلوقتي طبعا ليفربول. ازاي شباب بتشجع باريس سان جيرمان؟ يعني ايه اللي خلاكي تحب باريس سان جيرمان؟ ما اعرفش حقيقي، ما اعرفش والله. جت كده بقى يعني. ماشي عمرك ما خلاص. تقول لحد انت بتحب ده، لا هو يعني شفتي ايه فيهم يخليك يعني انت اصلا ايه بتشجعهم من 95 لما خدوا كاس الكؤوس يعني ولا ايه؟ لا بقول لك والله العظيم ما اعرفش، يمكن عشان كنت بلعب بيهم في البلاي ستيشن مثلا. ماشي ابراهيموفيتش برضو كان حاجه و90 ماشي. 95. هم اخر لقب خدوه كاس الكؤوس الاوروبيه 95 انا فاكر. من بعدها بقى الدوري ولا هم المشاركات اللي هي بتطلع في دوري ابطال اوروبا وخلاص. كانوا خلاص على فاضل لهم تكه. البايرن في كل لا برضه مره بس حطم رهيب. الدنيا. رهيب 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 رهيب. طيب احكي لي بقى منك بقى، انت لسه كنت بتقولي بقى انك متابعه جيده للدوري السعودي. ايه رايك في التجربه؟ تجربه محترمه بصراحه جدا. من حيث ايه؟ يعني انا عايز اعرف الميزات اللي انت شايفاها من وجهه نظرك مخلياكي شايفه ان الدوري السعودي ده قوي لدرجه انك تتابعيه وتهتمي بيه. بص، هو انت لو سالت اي حد الدوري السعودي هيقول لك طبعا عشان الفلوس، وهم عشان الفلوس والبترول وهم معاهم فلوس، فانت في الملاءه ماليه تخليك تصرف وتعمل كل حاجه. بس هو طبعا ده عامل ممكن نقول 60%، بس في 40% الناس دي كانت بتشتغل بفكر متخصص شويه. يعني هم النهارده لما جم فكروا ان هم يسددوا كل الديون وينهوا كل المتعلقات بتاعه الفيفا مع الانديه، ويسدوا كل ده عشان ما يبقاش بقى في هدك، ويبدا ان هو يتفرغ ان هو ازاي يعمل الصناعه دي وازاي يطور الدوري السعودي. المحترفين، ما هو في محترفين من زمان، بس هو غير الكواليتي بتاع المحترفين شويه. عندك كريستيانو رونالدو، دي كانت محطه طبعا رهيبه، فتحت الباب. وبعدين انت الفكر بقى بتاع السعوديه نفسه، ان انت النهارده كنت تعاقدت مع رونالدو، انت عايز تتعاقد مع ميسي. الناس كلها بتقول انت هتعمل بيهم ايه؟ لا ده ديربي. الناس من ساعه لما كان برشلونه وريال مدريد وكل واحد فيهم خلاص راح في حته، الناس نفسها تشوف كريستيانو رونالدو بيلعبوا ضد بعض. من 2009 على طول. الماتش بتاع انتر ميامي والنصر، انت بص الاستاد كان عامل ازاي، بص البيع اللي انت بعته كان عامل ازاي. الناس دي كمان بقى مش شغاله على ده كده بس، هو بص، هو ماسك الكوره كل حاجه فيها كواليتي، تصوير ملاعب، اتفرج على التصوير، جايبين حاجات
يعني كاميرات ما فهمش انا في التقنيات دي، بس زي بتاعت سبايدر اتش دي. التوك توك كاميرا التوك توك كابتن احلى شلبي. مسا على الكابتن مدحت شلبي طبعا يعني. استاذ الاساتذه في التعليق يعني، من الناس اللي بعشقها. ده احلى حاجه ان هو دلوقتي بقى بالسعوديه، احلى حاجه تسمعه على ياه طول يا بقى. كريستيانو ياه. اهدى يا ابني اهدى. لا صراحه بقول لك الكواليتي بتاع التصوير، الكاميرات، المعدات اللي جايبينها، جاهزيه الملاعب. يعني هو بيعمل شورت تيرم بلان وبيعمل لونج تيرم بلان. شورت تيرم بلان ان هو بيطور الفاسيلتيز والحاجات اللي عنده عشان يقدر ان هو يخلي مقومات للاعب السعودي بيلعب وسط محترفين. يعني هو مثلا انت في 7 لعيبه، كل نادي ليه ان هو يجيب 7 لعيبه محترفين. فانت دي برضو دي حاجه تخليك ان انت تشوف بقى الكواليتي بتاع، انت بص كام لعيب اجنبي، كام لعيب اجنبي، سوري 7 لعيب اجانب، كام لعيب اجنبي موجود في الدوري السعودي، كام واحد سعودي بقى بيلعب وسط الاجانب دي. شوف بقى منتخب السعوديه مثلا كاس العالم اللي فات كسب الارجنتين، كان نازل، هي برضو دي فكره بتكسر الحاجز النفسي، انت نازل بتلاعب الارجنتين وانت اوريدي عندك كريستيانو في الدوري مثلا. ايوه ماشي، بس كريستيانو جالهم بعد كاس العالم. بس الفكره بقى نفسها انت بتتكلم حتى قبل كده، يعني في تطوير. يعني مثلا جايبينه هيرفي رينار مثلا، ده برضو ده مدرب مش حاجه طبعا. مش حاجه قليله يعني. فالفكر نفسه مختلف. الصناعه مثلا بتاعت المحكمين مثلا، جايبين رئيس مثلا اجنبي مثلا اللي هو الهاد بتاع تقنيه الفار وبتاع التحكيم. مش بس كده، هم منزلين معايا برضو محكمين سعوديين. عشان يتعلموا يعني وبرضو شويه، هم هيخليهم هم اللي يمسكوا خلاص. والماتشات الجامده بتاعت الدربيات، الاتحاد والاهلي السعودي والهلال مع النصر، اللي بيحكم هو حكم سعودي. فدي ثقه، انت بتديله ثقه. بس خليني البس بقى العبايه بتاعت المعارض برضو كالمعتاد يعني معاكي، معلش. في الاخر نتائج المنتخب السعودي مش زي زمان. مش هو يعني النهارده اتفرجي على الماتشات، كام لعيب بيلعب اساسي من ال11؟ 3. صح ولا غلط؟ صح ال11 بيلعب منهم 3 بس. صح. النهارده مين المحترفين اللي هم تقدري تقولي عليهم محترفين فعلا مؤثرين بالعدد؟ متروفيتش بتاع الهلال وكريستيانو رونالدو بتاع النصر. الباقيين موجودين وكويسين وكل حاجه، بس ده اللي بكلمك دول عاملين الامباكت. في الاخر انا جايب كريم بنزيما، فيرمينيو، هندرسون. انا بقول لك كل ده، وساديو ماني طبعا، وناجلو كانتي، وكل اسامي انا بكلمك في ليجندز طبعا، رياض محرز، ياسين بونو، كل الناس نيمار طبعا اللي كل شويه عنده عيد ميلاد، كل شويه عنده عيد ميلاد، كل شويه خناقه وعيد ميلاد على طول. هوب ماما تعبانه، اصل مش عارف مين عندي بيعمل ايه، عنده اللوز فلو سمحت هدي اجازه. لا يعني خالتي بتغسل على رايي. يعني مش كده يعني، مش كده. في الاخر النتيجه فين؟ انا كنت مستني ان الاقي حاجه اقوى من كده، الاقي فعلا الناس دي فعلا في حاجه، تحس الناس خلاص خلصت ريحت ما جايين نرجع هم اقول لك مخلصين. انا عايزهم بقى يعني، هم على فكره للامانه هم عندهم خطه ان يبداوا يجيبوا ناس تانية من تحت، بوتنشال بقى عندهم الشغل في اللي هو ايه، لعيب كويس. يعني النهارده بقى في خناقات على لعيبه في الدوري الانجليزي، لعيبه في الدوري الايطالي المفروض بروميسنج راح الدوري الانجليزي، لعيبه في الدوري الانجليزي راح الكلاس ايه اللي هم بقى البيج 4 او البيج 6 زي ما بيسموهم، هيبداوا يسحبوهم. فده كويس، ده فكر كويس للامانه يعني. وهو ده المطلوب، انك تجيب واحد كويس بقى يقدر يشيل عشان نقدر نتكلم في القصه دي. لكن انا النهارده اجيب لعيبه اسم بس، لا. بس فرقت اللعيبه دي، طبعا فرقت في طبعا. الكواليتي بتاع الدوري السعودي. وبعدين زي ما بقول لك، في دي شورت تيرم بلان، في لونج تيرم بلان. ما اقدرش النهارده بعد كل اللي حصل والتطور اللي حصل في الدوري السعودي ده ان انا اجي دلوقتي اقول المنتخب ما حققش. ماشي منتخب ما حققش، بس الدوري بتاعك اتغير. انت النهارده كمان البطولات والماتشات اللي طول النهار السعوديه بتستضيفها، يعني سواء بقى كمان على الصعيد العربي، وكمان بره استضيفت قبل كده السوبر الاسباني والسوبر الايطالي، وكل ده انت خلت السعوديه محطه انظار للعالم كله. انا بشوف ان بس انا عندي فكره كده عايز اسالك عليها، قولي لي كده حلوه ولا لا. ايه رايك في فكره ان في ناس بتقول يعني ان كريستيانو رونالدو يجي مع الاهلي 6 شهور جايين عشان يلعب كاس عالم انديه وبتاع صراحه هو طبعا مفيش كلام ان تركي آل الشيخ يعني بيعشق الاهلي وبيحب الاهلي لدرجه ان هو ممكن كان يكسر الازاز في الماتش في الدوري في ماتش السوبر. بس دي احلام يعني كلنا نتمناها جدا، انا اول واحده اهو
يعني مش قادر اقول لك، لكن لا مش بس فكره بره الصندوق. بره الصندوق، بس يعني تنفيذها. والله مش صعب، خلي بالك، يعني انا ما بشوفش انها صعبه. وفي يومين دول بوستات كريستيانو ابدى استعداده الموافقه على اه الانضمام ده طبعا للاهلي ده مضى، خلاص. ده اختار التيشيرت. انا عايز رقم 7 من كهربا لو ده سمحت. دلوقتي دلوقتي في انا جيبوا لي رقم 7 من كهربا، احضروا لي رقم 7 الان. لا بس انا شايفاها احلام صراحه، احلام يعني يا رب تتحقق، مش هقول لك غير كده. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي، يا رب يحقق اللي هو عايزه يعني، اكيد يعني. احكي لي بقى في اخر حاجه بقى، البودكاست اللي انت بقى خلاص يعني ابتديتي في صدنك تبداي تشتغلي فيه. احكي لي بقى الفكره جت منين، بتعملي ايه؟ والله الفكره جت ان انا هتتكلمي في الكوره ولا بره الكوره؟ لا كوره برضه. مينلي كوره. والفكره جات لي ان انا طول حياتي ان انا بحب الكوره، بتابع الكوره، اروح وارجع، وفكره تجيلي طب اعملها انفذها. جيت ابتديت في كاس عالم 2018، قعدت شويه احلل شويه ماتشات، وبعد كده قلت لا طب خلاص انا هبعد تاني، الاقي برضو الباشن يرجعني ان انا لا. بدات بقى قلت لا خلاص، بدات بقى صورت مع كذا حد في مجال الكوره، وشغاله برضو على حاجات اللي هتنزل قريب ان شاء الله للدوري النسائي. الله، بتلعبي الكره آه، النسائيه دي؟ بتنافسني انت بتنافسيني. لا ما اقدرش، ماشي هنعمل كولاب بقى مع بعض. ماشي، نعمل كولاب، ماشي. ايوه كده نبقى حبايب. صح. ماشي ماشي، كل الدعم للكره النسائيه على اي وجه. ماشي، بالتوفيق ليك يا رب. يا رب ان شاء الله. الحلقه خلصت يعني، فعلا الوقت خلص وجري. وانا كنت مبسوطه يعني جدا انا واستمتعت بصراحه جداً. يعني زعلان الوقت خلص والله معاك يا والله وانا شنان. في مواضيع كتير كنا نتكلم فيها، بس ان شاء الله يبقى في مره تانية وصله قادمه باذن هنيجي الله. تانية، ومره اجيلك انا بقى تشرفني. نقعد نتكلم برضه على الكره النسائيه كده. صح. شرفتني النهارده طبعا، وكانت منوراني طبعا يعني كابتن شريهان، يعني من اللعيبه اللي كانت جامده جدا في الكوره يعني، واديتنا اراء ضرب نار. نتمنى يعني بس واخر حاجه بتاعت كريستيانو دي اللي بتتمناها يعني ما تنسوش طبعا يعني كل الدعم والفولو والشير بقى لكل يعني البيجز بتاعتنا يعني على البلاتفورمز، كان فيسبوك، انستجرام، تيك توك، والفولو والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. دمتم في امان الله. سلام.